من أشهر المنازل المسكونة في إنجلترا، وهو منزل صغير أو بمعنى أصح كوخ مكون من حجرتين، وموجود في مقاطعة إسكس الإنجليزية. ولقد أطلقوا على هذا المنزل ذا كيج أو القفص. وكان المنزل عبارة عن سجن في العصور الوسطى وحتى عام 1908. واشتهر المنزل بحدوث الحوادث الكثيرة والمخيفة والمرعبة والكثير من جرائم القتل الغير معروفة. لكن قبل ما نخش في القصة، يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واوعى تنسانا من الإعجاب. يلا بينا نخش على بقية القصة. ونرجع لبداية قصتنا، حيث قالت مالكة المنزل وتدعى بالسيدة فانيسيا ميتشل بأنها تريد ترك المنزل لأنه مسكونا بالأشباح وفي طاقة غريبة جدا. فكانت تسمع دائما بخطوات في المنزل وترى ظلال لناس سوداء ومرعبة. فكانت تهاب المنزل وعرضته للبيع مقابل مبلغ مادي بحوالي 118 ألف جنيه استرليني. كان ذلك في عام 2016. وقالت السيدة فينيسيا بأنها تريد ترك المنزل نهائيا لأنها شافت ماعي الشيطاني من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمنزل. وفي عام 2018 ذهبوا المحققين في الظواهر الغريبة إليها ليتحققوا في أمر المنزل، والتقطت الكاميرات الكثير من الأشياء المرعبة والمخيفة في شرائط الفيديو. ونتيجة لتلك الشرائط يوجد بها ماعي الشيطاني وأشياء غريبة أخرى، مما رفع سعر المنزل إلى 280 ألف جنيه استرليني. وكشفت الكاميرات وجود سيدة تقف بنافذة أعلى السلم وترتدي الأسود، كما وجدوا العديد بأشياء تطير في الهواء، وإن الأبواب تفتح وتغلق من تلقاء نفسها بطريقة غريبة ومخيفة، مما أثار رعب المحققين للظواهر الغريبة والمخيفة. وكان من بينهم المحقق جون فراسر. وقام جون بإجراء العديد من اللقاءات مع 3 أشخاص قاموا برؤية الكثير من الأشياء الغريبة اللي بتحدث في المنزل. وعرف جون ان صاحبة المنزل تواصلت مع احد المحققين، وهذا كان في عام 2010، وكانت في حالة من الفزع والرعب الشديد، وذلك لرؤية نتيجة اشياء غريبة في المنزل وحاجات كتيرة بتتحرك لوحدها من تلقاء نفسها. حيث قالت صاحبة المنزل انها رأت شخص طويل جدا وشافته ماشي في حجرة الجلوس. وبعدها بأيام قالت صاحبة المنزل انها سمعت ان الاشياء بتفتح وتقفل من تلقاء نفسها. وعند البحث في تاريخ المنزل القديم وجدوه سجن في العصور الوسطى، ولكن رؤيتها لهذا الرجل أرعبها بشدة، وكان الرجل يقف بجوار ملابس ابنها. وبعدها على طول ظهر في الكاميرا ماعز الشيطاني، فكان الماعز الشيطاني يسير بحرية ويرقد في المكان. فرحلت سيدة المنزل وتركته لمدة 4 شهور، وجه زوجين وابنهم يعيشوا في المنزل، ولكن تركوه بعد 2 شهر بالضبط مما رأوه وسمعوه في هذا المنزل المخيف. نرجع بقى لتاريخ المنزل، ان هو المنزل كان في العصور الوسطى القديمة، وكان سجن في العصور الوسطى لساحرات، وماتوا 6 نساء في السجن، والسجن ده كان مخصص للسحرة والمشعوذين. وسجن 14 سيدة في السجن، من ضمنهم إرسولا كيمب، أكبر وأشهر الساحرات في التاريخ في ذلك الوقت، وكانت الناس بتذهب لها من أجل العلاج وفك السحر، والتي أعدمت عام 1552 ولم يسكن المنزل أحد. وكان آخر من سكن المنزل السيدة فينيسيا، الذي تركت المنزل بعد أحد الأشباح ضربها بالخلف على رأسها، وبعدها جرها على الأرض من شعرها بقوة، فلهذا قررت ترك المنزل وعرضه للبيع. ودي كانت قصة منزل السيدة فينيسيا المسكون. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واوعى تنسانا من اللايك الجميل بتاعك. تحياتي ليكم، حكايات محمد.